هل سمعتم بمالك بن دينار؟ ذاك الرجل الذي عاش يوما غافلا فأيقظه الله بنداء لم يكن يتوقعه. قصة ليست للتسلية بل لمن لا يزال قلبه حيا، فأصغوا بقلوبكم قبل آذانكم. كان مالك بن دينار في شبابه رجلا بعيدا عن الله، مفتونا بالدنيا، غارقا في المعاصي، لا يعرف للعبادة لذة ولا للآخرة وزنا. فأراد الله به خيرا فرزقه ببنت صغيرة فتعلق بها قلبه، وكان إذا نظر إليها رق قلبه، وكأن الله خبأ فيها مفتاح نجاة. لكن إن شاء الله أن تموت الطفلة، فانكسر القلب، لكن القلب المكسور لم يرجع إلى الله، بل هرب من ألمه إلى ذنب أشد وغفلة أعمق، حتى جاءت ليلة غيرت مجرى حياته. نام فرأى نفسه في ظلمة حالكة، وإذا بثعبان عظيم يطارده ينفث السم ويفتح فاه يريد ابتلاعه، وكلما هرب اقترب وكلما فر اشتد. فلما أيقن الهلاك ظهرت له طفلة وضيئة الوجه تحفها الطمأنينة، فإذا هي ابنته التي ماتت. صرخ باكيا: يا بنيتي أنقذيني، هذا الثعبان سيهلكني. قالت: يا أبتي أنا أضعف هذا الثعبان أقوى. قال: بل هو أقوى. قالت: ذاك عملك السيء قويت بالذنوب حتى صار يطلبك، وأنا عملك الصالح الضعيف أهملت حتى كدت تضيعه. ثم نادت بنداء يهز القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فاستيقظ مالك وقلبه يرتجف وعيناه تفيضان، وقالها من أعماقه: الآن الأوان. فقام من ليلته فاغتسل وخلع ثوب المعصية ولبس ثوب التوبة، وعاهد الله عهدا صادقا لا رجعة فيه. فتحول من رجل يطارد بالذنوب إلى رجل يذكر بالله، ومن قلب قاس إلى قلب لا يذكر الموت عنده إلا وبكى. هكذا يفعل الله بمن صدق معه. فيا من أثقلته الذنوب ويا من طاردته معاصيه، أعلم أن باب التوبة لا يغلق، وأن الله ينتظر منك خطوة صدق. سبحان الله العظيم. ونختم بقول نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.